ليه دايما لما بتبدأ في حاجة وتكون مخطط لها كويس دايما بتفشل؟ عشان انت بيكون عندك بلان بي. في الفيديو ده انا هقولك ليه لازم تورط نفسك. يلا بينا. اهلا بيك في كافي دوز، المكان اللي هتشوف فيه القهوة والتحفيز والوعي. هو المشكلة في ايه؟ المشكلة هي شلل التحليل. يعني ايه؟ انا هقولك. بص، انت بتفضل تتفرج على فيديوهات تحفيزية، فيديوهات تطوير ذات زي مثلا ده. انا عارف انك هتتصدم، انا بصور فيديوهات تطوير ذات وبقولك الفيديو ده انت لو بتتفرج عليه من غير ما تطبق انت ما استفدتش حاجة. وكمان بتقعد تقرا وتخطط وتعمل وفي الاخر مش بتعمل حاجه. لان عقلنا البشري دايما كسول. هو كسول ان اصلا بطبعه، لانك انت هو خايف انك تبدا حاجه وتفشل وترجع تعيدها تاني. هو مش عايزك تعيد الخطوات تاني بقى وتقعد تفشل وتعيد، ويقول لك يا عم يا ناقصه وجع دماغ، انت هتقعد تعيد. ففي الاخر هيقول لك كسل وهيخليك تسوف. في الاخر انت بتقعد تاجل وتسوف بقى، دي المشكله بقى، ان اللي بتخليك تسوف وتاجل وما بتبداش في حاجه انت عايزها. وكمان طول ما في مفر او خطه بديله، عقلك دايما هيخليك تسوف وتاجل. لان مثلا لو جيت لك قلت لك تروح الجيم ولا تقعد تلعب، اكيد هتختار تقعد تلعب. يعني ما تناقشنيش، انت اكيد هتختار تقعد تلعب. فلكن لو انت لكن لو ما عندكش خطه بديله وهي الخيار الواحد بس هو انك تروح الجيم، لازم هتروح، يا اما هتروح يا اما مفيش خطه تانية. طب ايه هو الحل؟ انا هقولك. في سيكولوجية اسمها سيكولوجية حرق السفن. دي بتعتمد على انك بتحرق كل الاختيارات، ما بيبقاش غير اختيار واحد. ده بيخلي عقلك يختار الاختيار الواحد ده وبيركز بشكل كامل في هدف واحد. بترجع جذور السيكولوجية دي لطارق بن زياد او هيرمان كورتكس. ده حرق السفن كلها اللي في اسطوله عشان يجبر جنوده على اختيار خيار واحد بس. يا النصر يا الموت. يعني مفيش اختيار تالت، اللي هو مفيش اختيار ان انت تهرب مثلا بالسفن. هو اختيارين، يا اما تبقى منتصر يا اما تموت. ازاي بقى تطبق السيكولوجية دي في عقلك؟ لازم يكونش عندك بلان بي، لان بلان بي بتضعف العزيمة في بلان ايه. لكن لو ما عندكش بلان بي بلان بي، عقلك هيعرف ان الخسارة يعني خسارة فادحة، فبيفرز هرمونات الادرينالين والتركيز باقصى مستوياتهم. لما بيكون عندك خيارات كتير ده بيخليك متشتت ومش عارف تختار ايه ولا تختار ايه. لكن لما بيكون عندك خيار واحد بس هو ده الحاجة اللي انت عايز تعملها، ده بيخلي الجدل يقل، وبيخليك عارف انت عايز تعمل ايه، مش عايز تختار حاجات كتير. يعني مثلا انت حوار التودو ليست، انك تعمل 20 مهمة وانت مش عارف تبدأ بدي ولا دي ولا دي، ومش عارف ايه اهم حاجة في اليوم عندك من ال20 دول. لكن لما تكتب 3 بس وتختار واحدة بس هي دي المهمة جدا لازم تعملها، انت كده بتجبر عقلك على اختيار المهمة اللي هي اهم واحدة، لان مفيش غيرها مهمة. لو عملتها يومك هيبقى كويس جدا. عقلك هيختار المهمة يعني. السيكولوجية دي فعالة لما تكسر العادات الإدمانية، زي مثلا إنك تمسح السوشيال ميديا نهائي، وكمان تلغي الاشتراكات اللي بتستهلك وقتك. ده بيخلي الرجوع للعادات القديمة شبه مستحيل يعني. وكمان بتكون فعالة بتركز جهدك كله ومجهودك كله على مشروع واحد بس، من غير ما تخلي الباب موارب للرجوع للوظيفة القديمة أو الراحة. اقول ازاي تورط نفسك بقى؟ عارف سؤال غريب يعني، ازاي اول مره اشوف حد بيسال حد ازاي تورط نفسك. بس هو ازاي تورط نفسك اللي هو في الحته الحلوه مش الحته الوحشه. ازاي تورط نفسك؟ مثلا ممكن لو انت عايز تتعلم مهاره جديده او لغه جديده، ممكن عقلك هيقعد يقول لك سوف سوف سوف. فانت ممكن تشترك في كورس بفلوس في المهاره اللي انت عايز تتعلمها. فلو فما بداتش انت فلوسك هتضيع، فعقلك هيقول لك ابدا بدل ما الفلوس تضيع. وحرام يعني، حرام تضيع فلوسك وكده يعني. لو عندك هدف واعلنته على الملأ، وبعد كده لقيت نفسك ما اشتغلتش عليه، عقلك هيقعد يقول لك الناس هيضحكوا عليك، انت خلاص اعلنت لهم هدفك، هيقولوا لك انت كذاب وبتقول اي كلام. لازم هتلاقي نفسك بعد كده لازم هتكون هتشتغل عليه، لانك هتبقى خايف ان الناس تضحك عليك او تقول عليك حاجة غلط يعني. وده بيدل على ان عقلنا البشري لما بيلاقي نفسه اتورط لازم هيبدأ في الحاجة اللي انت عايز تبدأ فيها. يعني لانه بيبقى خايف انه يخسر فلوسه او يخسر ثقته قدام الناس. وكمان لازم تحط لنفسك ديدلاينز، لان عقلنا لما بيلاقي في ميعاد نهائي لازم تخلص فيه المهمة لازم هيبدأ فيها. يعني مثلا لو انت جرافيك ديزاينر وجالك عميل قال لك اعمل لي لوجو في 10 ساعات بس، انت لازم هتشتغل على اللوجو ده عشان ما تخسرش ثقة العميل ده، وما تخسرش ثقة باقي العملاء لو العميل ادالك تقييم قليل مثلا. وهكذا. الخلاصة، النجاح مش محتاج ذكاء خارج. النجاح محتاج موقف يحطك في الأمر الواقع، زي إنك تورط نفسك في كورس أو جيم أو كده. ده اللي هيخليك تنجح، إنك ورطت نفسك خلاص، فلازم هتبدأ في الحاجة اللي أنت عايزها. قبل ما ندخل على فقرة المقولة، حبيت أرشح لك كتاب ديب وورك اللي أعتقد رشحناه قبل كده، بس هو كويس جدا بالنسبة للموضوع ده، عشان هيساعدك كتير تحسن من تركيزك. ولو عايز تشتريه تقدر تطلبه من اللينك اللي تحت من أمازون بخصم 5% بالكود ده.
وكمان على فكرة إن لما تشتري الكتاب ده وتورط نفسك انك اشتريته، ده كتاب قوي جدا، ولازم هتقراه لانك خلاص اشتريته وورطت نفسك. ندخل على فقرة المقولة، ومقولة النهاردة لصاحب السيكولوجية وهو طارق بن زياد. المقولة بتقول: احرقوا سفنكم، لانك لما تحرق كل الاختيارات اللي عندك مش هيتبقى لك غير اختيار واحد، وهو انك تبدأ. بس كان معاكم يوسف من كافي دوز، متنساش خليك دايما صاحب عقلك. سلام.